ولسه مكملين معاكم فعاليات الدورة 38 من مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. والنهاردة كان معانا حدث مهم جدا وهو عرض خاص لفيلم الباب الأخضر. فيلم الباب الأخضر كان قصة والسيناريو وحوار الرائع أسامة أنور عكاشة، وكان من إخراج المبدع رؤوف عبد العزيز. الفيلم كان بيشارك فيه نخبة من الفنانين الكبار والنجوم الشابة. كان الفيلم بطولة سهر الصايغ وخالد الصاوي وإياد نصار. الفيلم كان بيشارك فيه مجموعة كبيرة جدا من النجوم الشابة، وكلهم تركيبات مختلفة وشخصيات مختلفة عن بعضها، وقدر الرائع رؤوف عبد العزيز ان هو يجمع التركيبة دي مع بعضها عشان يطلع العمل بالشكل ده. وده كان الفيلم المصري الوحيد اللي بيشارك معانا في الدورة 38 من مهرجان اسكندرية السينمائي. استنونا في فعاليات الدورة 38 من مهرجان اسكندرية السينمائي على منصة جولدن بوكس. أستاذ رؤوف عبد العزيز، طبعا بعد ما شفنا العظمة اللي موجودة في التنفيذ بتاعة السيناريو، حابة أسألك على سؤال مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة للمشاهدين. معنى إيه كلمة الباب الأخضر اللي تسمى عليها اسم الفيلم؟ رمزية الباب الأخضر لحاجات كتير، زي ما حضرتك شفتوا إن الأحداث بدأت وانتهت من الباب الأخضر. يعني الشخصية الرئيسية في العمل اللي بيدور حواليها البحث عن الهوية المصرية. الأمر بدأ وانتهى عند الباب الأخضر، وطبعا رمزية أبعد لسيدنا الحسين كان برضو سيدنا الحسين بيبحث عن هويته هو كمان. تمام. طب حابة أسأل حضرتك، أنت شايف إن قصة الفيلم هل بتحكي عن الواقع اللي بيحصل أو المشاكل اللي بتحصل جوه مستشفى الأمراض العقلية، ولا بترمز لتغيير الهوية زي ما تناول الفيلم وده اللي بيحصل على مدار الأزمنة وحتى الآن؟ الأستاذ أسامة دايما كان في أعماله الدرامية الكتيرة دايما كان معني بالبحث عن الهوية المصرية، ودايما عايز يعني يقول إن الهوية المصرية هي الصراع الأبدي اللي هيفضل موجود دايما. وده حال فيلم الباب الأخضر، رحلة جديدة من رحلات أستاذ أسامة. أستاذة نسرين أسامة أنور عكاشة، أهلا بيكي في الدورة 38 من مهرجان اسكندرية السينمائي. بنرحب بيكي في البداية، وحابين نسألك عن إحساسك وقصة الأستاذ أسامة أنور عكاشة بتتعرض في المهرجان لدورته 38. احكي لنا عن إحساسك بالتجربة دي. والله بصي، هو اصل هي تجربه اول مره تحصل وحاجه ليها خصوصيتها قوي، اكيد فخر وسعاده كبار قوي جوايا يعني. اكيد وانا شايفه الناس بتتفرج في اول عرض شيء ما كنتش متوقعاه عمري، ولا كنت متوقعه ان الباب الاخضر بالذات يطلع في التوقيت ده. يمكن بابا من كتر ما كان عنده امل انه يطلع في حياته وما طلعش، كنتش اتوقع اني هبقى قاعده بتفرج عليه وبابا مش موجود معانا، بس الرساله بتوصل والناس بتنبسط. فشيء بالنسبه لي مهم قوي وغالي يعني. مش عارفه اعبر، يمكن من كتر ما انا مش مستوعبه الحدث لسه يعني. والله انا عايزه احمد ربنا سبحانه وتعالى الاول، يعني هو فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى وجودنا هنا ومشاركه الفيلم في المهرجان، وفضل كبير من ربنا ان الفيلم عجب حضراتكم الحمد لله. احنا كنا متخوفين جدا، اعتقد كلنا كنا خايفين لانه التجربه يعني ذات طابع خاص يعني. فالحمد لله في اول عرض للفيلم على جمهور انه يلقى الاعجاب، فدي حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا. فكره التنوع في الادوار دي حاجه يعني انا بحاول اكون حريصه عليها على قد ما بقدر. يمكن الحمد لله بفضل ربنا بيوقعني في ناس زي ما حضرتك قلت كده. انا اشتغلت مع استاذ رؤوف، يمكن دي تاني تجربه معاه، وده من حظي الكبير حقيقي، وانا بقولها قدام كل الناس، لانه استاذ رؤوف مخرج مهتم طبعا، مش حكايه عليه كمخرج في كل ابداعاته، بس هو في حاجه تخصني مهمه جدا، انه بيحب الممثل قوي، بيحب يشوفه في احلى صوره ليه، بيحب يحطه بشكل يطلعه لقدام. فيمكن هو عمل معايا ده في الفانوس، وعمل معايا ده في الباب الاخضر، ان شاء الله لما يتعرض يا رب يعني يعجب كل الناس. طبعا قبل اي حاجه نص استاذ اسامه انور عكاشة. طبعا مش يعني هتكرر تاني. لا ده بجد ما جاش زيه فكره، مش فكره كده، هو استاذ اسامه نجح كتير، لكن فكره ان انا كممثله اشارك في نص قصه السيناريو وحوار استاذ اسامه انور عكاشة، ومش عايزه حاجه تاني يعني خلاص.
طبعا شرف كبير جدا، يعني الواحد لما كان بيشوف اي عمل للاستاذ اسامه انور عكاشه ربنا يرحمه يا رب بيبقى هين عليه يعيط، يعني كان نفسي ابقى في الليله دي كلها. فكون ان انا اشتغل حاجه للاستاذ اسامه ده شرف كبير جدا، وان انا كمان اكون مع الاساتذه الزملاء الممثلين العباقره الكتير اللي اختاروا الاستاذ رؤوف على الفرازه، يعني عمل كله يا رب. احنا كنا يعني انتوا بالنسبه لنا اول ناس تشوفوا الفيلم ده سينما واحنا نشوفه معاكم. ف يعني انا سعيد جدا عن نفسي وبشكركم من دور الشرير. بص الحمد لله لا، يعني انا لما بلعب الدور بلعبه زي ما هو، لو الناس كرهتني يبقى انا نجحت، لما بلعب طيب الناس حبتني يبقى الحمد لله. ايه احساسك والفيلم بيتعرض في الدوره 38 من مهرجان اسكندريه السينمائي؟ هل حاسس ان دي ممكن تكون خطوه او حافز لنجاح اكبر قدام؟ والله انا يمكن كنت لسه بقول ده من شويه، انه انا بحب الجمهور الاسكندريه جدا. انا جربت التجربه دي قبل كده في المسرح كذا مره، ان انا اجي بعرض اسكندريه. انا بشوف ان جمهور اسكندريه جمهور متذوق للفن بشكل كبير جدا جدا جدا، ورايه دايما بيبقى راي موجه لدفه فنانين كتير جدا. الفيلم يمكن طبيعته شويه مش تجاري زي الافلام اللي موجوده في السينما، فكان عندنا تخوف كبير جدا من اول جمهور هنقابله بالفيلم، والحمد لله يعني بشكر جمهور اسكندريه على حسن استقبالهم وعلى تفهمهم لطبيعه الفيلم، وانه الناس قعدت للفيلم واهتمت انها توصل رايها بعد الفيلم، ونتمنى انه ده يبقى حظ الفيلم في كل مكان ان شاء الله. استاذ كريم سرور، النهارده ابهرتنا في فيلم الباب الاخضر، تمام؟ طبعا مش قادرين نقول من ثورجي لظابط، فالوضع مختلف تماما، لدرجه ان في ناس كتير من الحضور ما عرفوش شخصيتك وانت جوه الفيلم، لان شكلك دايما متغير ودايما بتبهرنا بتغيير الشكل. احكي لنا عن الشخصيه اللي انت دخلت فيها، شخصيه الضابط، لان مش شخصيه سهله جدا، واللي اعرفه ان حضرتك مهندس اصلا في الاساس. ازاي قدرت تجسد الشخصيه بالاقناع اللي وصل للجمهور بالشكل ده؟ قعدنا وقت كبير جدا، هو كمان عمل بروفات كتير يعني قعدنا شهور نعمل بروفات لحد ما نوصل في الاخر لشكل لكل الكاركترز، يعني تبقى مرسومه وواضحه جدا ولبسها وشكلها، وقال لي عايز شنب، عايز تسريحه الشعر القديمه. فطبعا حتى كمان على مستوى الانتاج يمكن الناس كده ما تعرفش، احنا لما نيجي نعمل فيلم يكون تاريخه قبل، فده بيحتاج مننا مجهود اكبر وانتاج اكتر وفلوس اكتر عشان شكل الشوارع والعربيات والديكورات واللبس فهو كان مصر ان الموضوع يكون تمانيناتي بنفس الستايل ده من 30 سنه، فالحمد لله انه رد فعل الجمهور بصراحه بسطني جدا الحمد لله يعني. صراحه ممتنه جدا للتجربه دي، الاستاذ رؤوف طبعا ليه فضل انه انا اكون في اول عمل ليا بالحجم ده مع الناس العظام دول. حاجه من كتابه الرائع الاستاذ اسامه انور عكاشه، حاجه عمري ما كنت اتخيل ان انا ادخل مجال التمثيل من خلالها. بعد مس ايجيبت كنت حابه ان انا اكسبلور الحاجه وكان بيجي لي عروض تانية بس ما كنتش برضه باي حاجه، ولما طبعا الاستاذ رؤوف كلمني كان بالنسبه لي دي فرصه عمري للاخر، يعني اللي هو حاجه عمرها ما هتتكرر. استمتعنا بعرض فيلم الباب الأخضر من الرائع أسامة أنور عكاشة، وكان في مشادة كبيرة جدا بين النقاد والصحفيين عن رأيهم في الفيلم، وكان تعليق نسرين أسامة أنور عكاشة إنها منبهرة جدا وشايفة إن كل حاجة كانت في وضعها الصحيح كما توقع الراحل أسامة أنور عكاشة. تابعونا على منصة جولدن بوكس وباقي فعاليات مهرجان اسكندرية السينمائي للدورة 38.